صباح الخير على عيونكم، صباح الخير على احلى عيون في العالم، عيون مصر. النهارده انا جاي اوجه رساله لكل الشعب المصري. الشعب المصري بفئتين: الشعب القادر والشعب الغير قادر، الشعب المقتدر والشعب الغير مقتدر. النهارده انا صحيت الصبح الساعه 6، لقيت الفنان الجميل المخرج هاني حمدي منزل فيديو رساله لكل الفنانين ان هم يطلعوا على شرم الشيخ عشان خاطر يكونوا متضامنين مع الاضرار اللي بتحصل في شرم الشيخ والاقتصاد بتاع مصر اللي هيقع بسبب توقف سياحة روسيا. انا جاي اقول تضامنا مع الفنان الجميل هاني حمدي. مش بس المفروض الفنانين، ده من نفسنا المفروض ان كل شعب مصر القادر على السفر لشرم الشيخ والغردقة ان هم يساعدوا شعب مصر ويساعدوا اقتصاد مصر، وان هم لازم يروحوا يقفوا مع الناس اللي اكل عيش هيقف، الناس اللي اقتصاد بيتها وقوت يومها هيقف. للي سافر شرم الشيخ يعرف ان الفئة الاولى من السياح هم روس، الفئة التانية طلاينة، الفئة التالتة انجليز، والعكس في الغردقة. فلما تيجي الفئة الاولى تنسحب والفئة التانية تنسحب والفئة التالتة تنسحب، فاذا ما بقاش لينا مصدر اكل عيش جوه شرم الشيخ. فلازم السياحة الداخلية تشتغل. الرسالة طبعا مش بتوجه بس للشعب اللي المفروض يروح يعمل سياحة، الرسالة كمان بتوجه لشركات السياحة. شركات السياحة لازم هي كمان ترخص أسعار السياحة الداخلية. الفنادق لازم ترخصوا أسعار المبيت عندكم وأسعار الخدمة، وفي نفس الوقت تكون الخدمة جيدة جدا، ولازم يكون عندكم حسن استقبال للمواطنين، لأن هم مش جايين يشحتوا بما إنكم رخصتوا الخدمة، هم جايين يساعدوكم ويساعدوا مصر. النقل سواء كان نقل طيران او كان نقل داخلي ميني باص، فلازم برضو يكون على اعلى مستوى، ولازم في نفس الوقت كمان الاسعار ترخص، لان احنا لازم كلنا نساعد بعض. لازم كلنا ايدينا في ايدين بعض، لازم العجله تدور لاننا كلنا في ساقيه واحده. حتى كمان اسعار التجار اللي موجوده في شرم الشيخ، سواء اسعار البازارات، المنتجات اللي بتتباع في السوبر ماركتات، اي حاجه من الحاجات اللي موجوده جوه شرم الشيخ والغردقه، لازم تعامل المواطن المصري اللي جاي لك مش على اساس ان هو سايح. ما ينفعش تبيع له بالاسعار السياحيه اللي انت بتبيعها. انا عارف ان انت بتدفع مبالغ عاليه جدا في الايجار، لكن في نفس الوقت انت لازم تراعي ان هو جاي يساعدك، مش لازم ان انت تلم الايجار كامل منه بدل ما الدنيا هتقف معاك كلها. فانت لازم تمشي امورك علشان خاطر الدنيا كلها تمشي وتشجع ان هو يجي لك تاني. ده بالنسبه للشعب المقتدر او الفئه المقتدره في مصر. بالنسبه للفئه اللي مش مقتدره، طبعا في ناس كتير هتقول يا عم انا ولا سياحه ولا بتاع وانا لا اكل عشان خاطر اروح اعمل سياحه. انت في ايدك حاجات كتير جدا من غير ما تروح تعمل سياحه تقدر تساعد بيها مصر وتساعد بيها بلدك. لازم تكون ايجابي ولازم تعمل حاجه. من ابسط الحاجات اللي احنا ممكن نقدر نعملها ان احنا ممكن مثلا نحافظ على الصرف الصحي بتاعنا ان هو ما يتسدش. بلاش نرمي فيه ورق، بلاش نرمي فيه مناديل، بلاش نرمي فيه بواقي طعام، علشان نحافظ على الاقل شوارعنا ان هي تكون نظيفه، ان هي تقدر المجاري تنزل فيها، الميه تنزل في المجاري تبقى نظيفه، تقدر تستقبلها. نقدر ان احنا نوفر في الكهرباء. الفنان الجميل عمرو مصطفى اصدر مبادرة ان احنا نوفر في الكهرباء لمدة ساعة اسبوعين، يوم واحد في الاسبوع نقدر نوفر فيها الكهرباء، بحيث ان احنا نقدر نوصل ان احنا نوفر ملايين للدولة. مش لازم ان انت تلتزم معانا في نفس الميعاد، لكن ممكن تقدر ان انت في كل يوم كده ساعة مع نفسك انت شايف ان انت مش محتاج فيها الكهرباء، ممكن تقدر ان انت توفر كهرباء فيها. ودي طبعا تبقى مساهمة منك شديدة جدا، على الاقل هتبقى حاسس ان انت ساهمت بحاجة. تقدر كمان ان انت ما ترميش زبالة في الشارع. يعني دي حاجة من الحاجات اللي ممكن تساعد بيها بلدك من غير ما تعمل حاجة تكلفك، وممكن ما تعمل اي حاجة، بالعكس انت بتحافظ على نظافة الشارع اللي انت عايش فيه او المنطقة اللي انت عايش فيها. معلش ما تكسلش، ما ترميش كيس الشيبس اللي اكلت فيه، كيس الكاراتيه، الكنزايه اللي انت شربتها، كيس الزبالة اللي في ايدك، ما ترموش في اقرب حتة وخلاص. لا، حاول ان انت تحافظ على نظافة بلدك، حافظ على الشارع، ما ترميش الزبالة في اي مكان، والسلام. طبعا الرساله بتاعتي ما انتهتش على كده، في كمان الفئه الوسطيه.
زي فئة المعلمين او فئة الدكاترة او تجار الملابس او اي تاجر ايا كان بيبيع ايه. فانا بوجه رسالة اولا للمدرسين، يعني يا ريت ان انت تساهم مع اولياء الامور وتساهم مع مصر. احنا داخلين على مرحلة احنا ما نعرفش عواقبها ايه. يا ريت ان انت حضرتك تخفض سعر الدرس عندك، مش هقولك امنعه، لا هقولك خفض سعر الدرس عندك في الشهر. اللي بالنسبة للتجار يا ريت ما تكسبش 30% و40%، اكسب بسيط عشان خاطر تبيع كتير وتكسب اكتر. حاول انت تساعد الناس ان هي ما تحسش بمدى الغلاء اللي بيحصل، لان في الاول في الاخر كلنا مضرورين. يا ريت كلنا نساهم، واللي عنده افكار جديده يا ريت يشارك الناس كلها بيها، عشان خاطر كلنا زي ما قلنا في مركب واحده وكلنا في ايد واحده هنقدر نعدي من الازمه ديت. وربنا يستر يا رب على بلدنا، ويا رب يحفظ بلدنا. وكل صباح وانتم بألف خير وسعاده وسرور.